اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود. كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان ده جاي يعني لسه في الشتاء، فان شاء الله يبقى صيام سهل ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله يقعد لنا كلنا ايام بخير. لازم بقى قبل رمضان مثلا تجيبي ايه، لو حتى 2 كيلو من البلح. عارفه ان الاسعار غاليه يا جماعه، بس لازم يعني نحاول على قد ما نقدر بقى الامكانيات نجيب لهم اللي هم عايزينه. البلح يا جماعه في انواع منه من اول 40 لحد عايزه اقول لكم 100 تمام. البلح الناشف ده مش الطري، الطري طبعا بيبقى اغلى. فاحنا جبنا كميه كده، يا اما بقى مثلا عايزه اقول لك تغسليه وتفصصيه وتحطيه مع الحليب ويبقى رائع، يا اما تضربيه في شرش الخلاط مع الحليب وتشربيه كده برضو بيبقى رائع. يعني تفصصيه تضربيه، يا اما مثلا تعمليه مع اي الخشاف بتاعنا. عايزه اقول لك الحاجات دي غاليه قوي، يعني بقلك كميه مثلا تقطعي واحده من التين مع واحده من المشمشيه مع القراصيه، ونعمل احلى خشاف في الدنيا مع شويه زبيب مع شويه سوداني. يعني ان شاء الله الدنيا هتمشي تمام. انا جايبه ب20 جنيه بصراحه من كل حاجه، يعني الكميه مش كبيره، بس قلنا ايه يعني البدايه. ممكن اجيب تاني ب20 جنيه لو الكميه دي خلصت تمام. يعني نوعي، ما احنا مش كل يوم هنعمل كده. هنعمل مثلا مره بلح، هنعمل مثلا مره عايزه اقول لكم دي الصوبيا بتبقى روعه طبعا مع الحليب. عندنا كمان التمر. انا بصراحه بفضل التمر البلدي تمام، اللي هو ده اللي هو البذر، بغليه بقى مع الكركديه وبيبقى احلى عناب في الدنيا. او انك تجيبيه جاهز كده بالمنظر ده، تجيبي ربع كيلو من كل حاجه. عندي صوبيا وعندي عناب وعندي اللي هو التمر. يعني بحس ان ده عباره عن سكر ولون، بس يعني الولاد بتحبه. وجيبي لفه مثلا من القمر الدين، يا تعمليه كانه قمر الدين، يا اما تعمليه برضو في الخشاف، يا تعمليه عصير بيبقى زي الفل. وجبت ب20 جنيه برضو جوز الهند مع 20 جنيه سوداني مع 20 جنيه زبيب. هطحن طبعا السوداني بس جرشه خفيفه كده، واعمل برطمان كده، وده يبقى برطمان لايه للحلويات بتاعتنا. وجبت برضو باكو شاي، وجبت عندي كاكاو هعمل منه طبعا صوص الشوكولاته الاقتصادي، وعندي سحلب برضو، وعندي شويه قهوه. يعني المهم يعني في ناس بتحب تشرب بعد الفطار قهوه على طول، فبيبقى تمام. فالمهم يعني الحاجات دي يا جماعه مع اللهم صل على النبي، مخزنه كيس بقى فراوله، مخزنه مثلا كيس جوافه، مخزنه كيس مانجا. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا، بس انا انصحك يعني حاولي على قد ما تقدري تجيبي لهم الحاجات اللي هي مفيده. عايزه اقول لك لو عملتي مثلا عصير فراوله مع حته بنجرايه كده، مش عايزه اقول لك هينقلوا لحته تانية خالص. او اللي هو السيرب بتاع الفراوله، او اللي هو زي صوص الفراوله اللي هو الفيتراج ده، الشربات بتاعه. يعني المهم يعني ادي بس حاجات بسيطه. بس عايزه اقولك مفيش حاجه رخيصه، الحاجات دي برضو غاليه، بس بنقول ايه، بنكفي بيتنا مع حاجات تانية اصلا موجوده في البيت. المانجا هحط عليها شويه بطاطا، وهقول لكم الفيديو بالتفصيل، ما تستغربيش هيضاعف الكميه ومش هيبان خالص. كوبايه حليب مع شويه لبن مع شويه بلح من ده تمام. وكملي بالميه برضو، هتعملي شفشق، هتعملي مثلا كوبايه من الحليب مع كوبايه من ده ماشي. كوبايه من الحليب مع مثلا تحطي 4 معالق من ده، هتملي برضو شفشق. يعني المهم ان شاء الله ان شاء الله الدنيا كلها هتظبط وهيبقى تمام. انا بس حبيت ان انا اشارككم معايا المشتريات دي، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. يعني حاولي على قد ما تقدري تخلي الحاجات طبيعيه، ولو الولاد بيحبوه اعملي بقى يوم كده ويوم كده. المهم بس يكون في فاكهه طبيعيه او يكون في تمر، ده اساسي سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه ذا بيست فود، وشكرا. ده يا جماعه مع برضو الفواكه عشان نكفي الشهر ونكمل بقى ميزانيتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.